مقاسي بالظبط. يعني انا مش عارفه اعمل كده قوي، بس هحاول في الشارع يعني بقدر المستطاع ان انا ما اعملش كده، عشان هلاقي الكمام طلعت في ايدي بقت جوانتي. انا ساره السيد، بشتري هدوم وديكورات للبيت، فقررت اعمل قناه علشان اقول لكم انا بجيب الحاجات منين وفين وبكام، واقول لكم رايي فيها. وقررت ان انا اسمي القناه اسمها ساره السيد. فلو عجبك محتواي اعملي لايك واشتراك، ولو ما عجبكيش كأنك مشفتنيش. انا جيت يا جماعه. طيب الفيديو اللي فات انا عملت وريت لكم هدوم انا كنت شارياها من شارع شبرا باسعار الوكاله، يعني قطعه ب35 جنيه، قطعه ب25 جنيه. و يعني الحمد لله في 15 عملوا لايك، يعني ده اتفتح لي باب الرزق من واسع. المهم بقى ان انا النهارده عايزه اوريكم ان انا اشتريت الشهر اللي فات هدوم اونلاين من محل بيبيع سريفت، وبيبيع جديد، بيبيع كله، بيبيع بواقي تصدير. هحاول ان انا اكتب لكم اللينك تحت الفيديو، ولو نسيت اكتبي لي تعليق ان انا عايزه اللينك علشان افتكر، عشان انا ساعات برفع الفيديو وبنسى احط اللينك، فلو انا نسيت اكتبوا لي وانا هحط لكم اللينك علشان الخير يعم مع الجميع. المهم اشتريت طبعا قبل ما اقول ان انا اشتريت، انا كنت ناويه ان انا مش هشتري لبس صيفي اصلا علشان الاسعار مش محتاجه نتكلم فيها. فقلت انا عندي لبس محترم اهو هحافظ عليه، بس لقيت ان اسعار المحل ده رخيص، اسعاره مناسبه، وساعات بيعمل عروض جامده. يعني انا كنت جايبه فستان وبلوزه في عروض ال100 جنيه. فتعالوا نشوفهم عشان ما نغليش. تعالوا اوريكم البلوزه كده الاول عشان هي اللي مكشوفه هنا. البلوزه دي عجبني ستايلها، الستايل بتاع الصدر اللي هو بتتربط كده، وعجبني رسمه الباترون بتاعتها علشان هي تايجر على ورد، فهي حاجه مش منتشره، وهي شيفون. هي عيبها الوحيد ان هي صغيره سنه عليا، بس مقاس، مع انها مكتوب عليها ان هي مقاس 12، يعني انا اصلا مقاس 12، بس انا مش عارفه ايه اللي حصل، انا مش عارفه انا بقيت مقاس ايه. المهم ما علينا ما علينا. دي كانت ب100 جنيه. لسه مش عارفه هلبسها ازاي، يعني مش عارفه هلبس عليها مثلا طرحه هي اللي فيها ورد، ولا البسها على اسود في اسود وهي تبقى القطعه الاساسيه. عقلي لسه مش جايب، يعني لسه مجربتش انا البسها، بس انا محافظه عليها عشان هي عجباني من بدري. تاني قطعه وهي القطعه اللي هي عجباني قوي، والله على الجمال والحلاوه، هي تحس ان هي قطعه ملوكي كده. يعني بصوا هنا شفاف، القطعه دي شفافه تمام، دانتيل شفاف، وبعد كده بعد الشفاف جايبين حته من الفستان نفس الشيفون ده بالظبط، فانت لما بتلبسيها بتبقى عامله كده تمام. فدي اكيد هلبسها اسود على اسود، هي 3/4 كم، فكده كده لازم البس تحتيها بودي اسود او قميص اسود. هي طويله لحد تحت الركبه، يعني هي فستان للي هم لو انت بشعرك هتخرجي بيها كده عادي، هي فستان. انا طبعا محجبه، فانا عايزه برضه البسها على فستان، بس انا جا في دماغي 2 ستايل ان انا البس تحتيها بنطلون شارلستون، فهو بقى عامل كده وهي عامله كده، فاهمين؟ او ممكن البس عليها جيبه، بس مش اي جيبه. بصوا بقى، انا القطر بيحيينا على هذه الفكره الجميله. بصوا يا جماعه ركزوا معايا، الجيبه دي كنت شارياها من زمان قوي، بقالها مثلا 10 سنين عندي، كنت بلبسها على شراب كولون، او عارفين انتوا بقى الاستايلات دي ايام الزمن. فطبعا انا ما بلبسهاش مركونه عندي بقالها كتير قوي، وما جاش في بالي ان انا ابيعها او اشحتها، عشان انا بحبها، عشان هي غاليه عليا وبحب الدانتيل اللي فيها ده. فانا قررت ان انا ايه بقى، هعمل ايه بقى يا ساره، مش هلزقها في الفستان عشان لو الفكره طلعت باظت ما بوظش الفستان، يعني ما ينفعش. فالمهم انا بقى عندي الجيبه دي، برضو الجيبه دي قديمه قوي عندي متبهدله، مش هينفع طبعا ان انا انزل بيها، بس انا ركنتها لفكره ما. الفكره دلوقتي جت بقى اللي هي ايه، دي طويله بس مش طويله قوي، مش على الارض، فانا حسيت ان انا ممكن اجيب الديل بتاعها ده واخيط فيها دي، اخيط فيها دي كده، فهتبقى مكملات حجاب. قولوا لي شاطره، قولوا لي شاطره. فهتبقى مكملات حجاب البسها تحت اي فستان او اي جيبه قصيره، والدانتيل ده بقى واخد من روح البلوزه، يعني واخد من روح الدريس ده، فتحسوا ان هي هتبقى من تحت دانتيل ومن فوق دانتيل. طبعا انا لسه هدخل اخيطها، وانا مش بعرف اخيط قوي بس بخيط. يعني انا كنت باخد كورس خياطه وكنت ناويه على مشروع، بس انا فشلت نفسي،
يعني مش انا اللي فشل، انا فشلت نفسي. يعني انا دلوقتي المكنه اللي بستخدمها مثلا لو في بنطلون حصل له فتق ولا حاجه، ده اخري يعني. انا ساره، ودول جبتين ملهمش علاقه ببعض، حاولت ان انا اجمع بينهم بالحلال واستخدمهم استعمال صحيح. حاولت ان انا اعمل فكره مكملات الحجاب بحاجات عندي بدل ما اشتريها. فشلت في الاول طبعا، بس في الاخر نجحت. اي نعم في غلطات، بس محدش لابس مكمل حجاب زي بتاعي. فالمهم ان انا هعمل المكملات الحجاب دي، وان شاء الله تبقى فكره ناجحه والبسها على الفستان ده وتبقى شكلها حلو. دي النهارده فكرتي، وانا قلت اطلع دردش معاكم كده بدل ما القراءه بتاعتي تبقى صحراء جرداء. فبس يعني، فلو عجبك الافكار ومحتواها ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك، وبس كده. اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.